السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا كلنا شفنا الاسطوره ميسي عمل ايه امبارح في ماتش الجزائر. اولا وقبل اي شيء هارد لك للمنتخب الجزائري الشقيق، وان شاء الله معوضين في اللي جاي. ولكن انت بتقابل ميسي فالموضوع بصراحه صعب على اي حد. كل الناس اتكلمت عن ارقام واحصائيات والارقام القياسيه اللي كسرها ميسي، وانه بقى الهداف التاريخي لكاس العالم ووصل ل 16 هدف و24 مساهمه تهديفيه في كاس العالم. ارقام اعجازيه طبعا وكل حاجه. لكن انا النهارده مش هكلمك على ميسي كارقام خالص. انا في نقطتين بس عايز افهمهم والله. انا راجل بشجع ميسي من 2007 ولا 2008. حرفيا عمره ما خذلني. يعني تقريبا كانت اسوأ لحظه في حياتي لما راح باريس سان جيرمان، ولكن فضلت اشجعه برضه. بشجع الارجنتين عشان خاطر ميسي. مش انا بس، في ناس كتير قوي من جيلي حرفيا هم حبوا الكوره عشان خاطر ميسي، هو اللي حببهم في الكوره. فانا النهارده جاي اتكلم في نقطتين بس. اول نقطه، الراجل ده من 2019 يا جماعه قال الجسد لا يرحم. يا اسطى الجسد لا يرحم مين؟ فهمني بس بالراحه، الجسد لا يرحم مين؟ لما انت تقول كده انت عندك 39 سنه وبتجيب هاتريك في مباراه افتتاحيه مع بتلعب منتخب قوي بدنيا جدا زي منتخب الجزائر، وجاي من افريقيا يعني متعود على الجو ده ومتعود على درجه حراره الجو وكل الكلام ده، ومع ذلك 3 اهداف على الواقف. الجول الاولاني بياخد خطوتين ويشوط جول، الجول التالت ماركه مسجله باسم ميسي. وطبعا مع تحفظات كتير جدا على المنتخب الجزائري اللي كان حرفيا سايب ميسي يعمل اللي هو عايزه امبارح، ودي كارثه. ما ينفعش تسيب الكره لميسي، ما ينفعش اصلا تسيب ميسي واقف لوحده. فاول نقطه انا بجد مش قادر افهمها، هو ميسي لحد دلوقتي مقتنع ازاي ان الجسد لا يرحم؟ يعني الكلمه دي اكبر كذبه حصلت في تاريخ الكوره. انت يا اسطى غفلتنا. ميسي بعد الجمله دي كاس عالم، 2 كوبا امريكا، وكاس العالم التاني مكسر الدنيا فيه، بيوصل ل 950 مساهمه 950 هدف تقريبا، ومساهمات تهديفيه عدى ال 1300. ارقام خزعبليه قسما بالله بعد سن ال 35. تاني نقطه، يا اسطى هو انت ازاي الجمهور الارجنتيني او ازاي لاعيبه منتخب الارجنتين بتعاملك كده؟ يعني قسما بالله دخول ميسي الملعب كده وحواليه العيال لعيبه منتخب الارجنتين والمجموعه بتاعته دي، بحس عارف انت بابلو سكوبار داخل وقدامه الرجاله بتاعته بالسلاح. يا اسطى ايه الهبه دي؟ انت العيال دي بتحبك ازاي؟ العيال حرفيا بتقتل نفسها في الملعب عشان خاطره. يعني تقريبا 90% من لعيبه المنتخب الارجنتيني لو بصيت عليهم مع الانديه هتلاقيهم على الله الحكايه، يجوا مع ميسي بيطلعوا نار من بقهم. عامل فيهم ايه او ليه بيحبوه الحب الرهيب ده؟ انا مش فاهم. دي ماريا في 2021 قال لك انا رجلي هتتكسر بس هجيب الكوبا لميسي. ديبول يقول لك انا لو هروح الحرب عشانه، مش عارف باراديس يقول لك ايه. ازاي الناس دي بتحب ميسي وازاي بيعظموه كده؟ على عكس التمام مع كريستيانو رونالدو اللي بيحصل معاهم مع لاعبي منتخب البرتغال. فانا بجد النقطتين دول اكتر نقطتين مبهور بيهم في حياة ميسي عموما يعني.